بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعمل ايه لو انت نازل اجازة في مصر، واجازة انت محضر لها بقالك سنين، وبعدين بمجرد ما دخلت وحاولت تروح تسحب فلوسك اللي هي في البنك، يعني فلوس مصرية ولا اجنبية ولا حاجة، وبعدين فوجئت ان البنك مش عايز يديك الفلوس، يعني بحجة او باخرى هو مش عايز يديك الفلوس. فلما طبعا بتقول يا جماعة انا ما معيش غير 1000 جنيه، ومش هقدر اقعد كاش يعني، ومش هقدر اقعد الفترة دي كلها، الاجازة يعني بتاعتي مش هيقضوني. بالاضافة لكده الفلوس دي اصلا بتاعتي، يعني واضح جدا انها بتاعتي، والحساب ده مستقر من فترة وكل الكلام ده. يقوموا يقولوا لك لا، ده في حاجة اسمها من 3 سنين كده بدأت، اللي هي ان الحساب خامل وعايزين ننشطه. طيب بالعقل كده وفي عصر الكمبيوتر تنشطه في ساعة، تنشطه في يوم، انما تفضل كده سايب الناس بالاكتر من اسبوعين، وهي معظم الاجازات بتبقى اسبوعين بس علشان مفيش وقت هناك لاجازات طويله. فالشخص يقعد ويشحت بقى هو وولاده في الفتره ديت علشان يجيبوا فلوس كاش، لان معظم الاكل والشرب طبعا معروف ان هو بالكاش مش بالفيزا. وتروح رايح جاي انت بقى على البنك وكده، ومع ذلك هم مش حاسين بالوقت، مش حاسين بيك ولا اي حاجه، ومنتهى اللامبالاه. فيعني بصراحة أنا لو أقدر إن أنا أشيل فلوسي كلها من البنوك خالص، أو من البنك ده، بنك مصر وبنك أكبر من كل البنوك التانية بعد البنك الأهلي، ولكن أنا مش فاهمة هما بيفكروا إزاي. لو أنا واحد مستثمر أجنبي وغير أجنبي، وعندي جوه البنك فلوس وعايزة أطلعها دلوقتي أسحبها علشان أحطها في مشروع، أو في مشروع شغال فعلا ومحتاجها، وأنت تقول لي استنى والنبي ما أعمل، وملوش وقت محدد. هي بتقول لك يمكن بعد اسبوع يكون البتاع ده تقدر تسحب، يمكن مش عارفه ايه. حسبي الله ونعم الوكيل فعلا. وادي اقتصاد مصر بقى، الحمد لله.